استعادة إحساسي بهذا المكان العظيم بالتفاعل مع الناس. كثير بحب الشغل مع الأستاذ أيمن لأنه عنده قفزة خارج الصندوق. أيمن زيدان يجمع نجوم سوريا في عمل واحد في الرياض. نحن عائلة فنية. نعم. بدك شو صافر؟ البروفات كتير كانت مكثفة، كانت تقيلة جدية. قعدنا شهرين نحن بنعمل بروفات يوميا 5-6 ساعات يوميا. بلشنا مثل عم يدحبي، مثل بيبي اللي عم يدحبي، وشوي شوي وصلنا لحتى عم نركض. لا شو بدك تجننيني؟ كانت كتير، صلنا تقريبا بحدود 40 يوم، نحن 35-40 يوم عم نعمل تحضيرات للمسرحية. هي لأنه مسرحية كتير صعبة، وهلأ بتشوف أنت بس تحضرها. هي مسرحية سياسية كوميدية فيها مجموعة إسقاطات، هلأ بتشوفها إن شاء الله. أيمن هو بحد ذاته بحملك المسؤولية، وأنت لازم تعمل شيء لتقدم، فعلى طول أنت آكل هم أنه تقدر شو عندك إمكانيات لازم تقدمها، وبحملك المسؤولية كاملة. يعني أنا أول كلمة قال لي إياها، مع أنه أنا افتتاحا من المسرحية بأول مشهد هو إلي، فبيقول لي أنت اللي راح تركبنا هلا، وين بتاخدنا المسرحية؟ والمسرحية دي هي ولادة مبكرة اللي بدأ عرضها في 24 ديسمبر على مسرح بكر الشدي، وهي ضمن فعاليات موسم الرياض وبتستمر ل 28 الشهر ده، من بطولة أيمن زيدان، سوزان نجم الدين، محمد حدائي، ووائل وحازم زيدان، اللي مشاركتهم خلت البعض يقول إنها مسرحية عائلية. حازم زيدان هو خريج معهد عالي فنون مسرحية وخريج أكاديمية السينما في القاهرة، يعني هو فنان محترف أكاديمي. وائل زيدان واحد من أصحاب يعني الكاريزماتيك الخاصة. لا ننظر للأمر هكذا، لكن نحن عائلة فنية. نعم، كل المجموعة عائلة فنية. الأستاذ محمد حداقي أيضا فيك تعتبره محمد حداقي زيدان، سوزان نجم الدين أنا أيمن نجم الدين، أيمن حداقي. نحن فكرة العائلة بمعناها المجازي يجب أن تتحقق بالمسرح، لأنه المسرح بده أسرة خاصة هذا النوع الصعب، أسرة متفانية مؤمنة بالتجربة. وحازم دوره مش بس في التمثيل، كمان هو جانب والده في مسؤوليات تانية بتتعلق بالمشروع. يعني أنا حتى كنت مسؤول عن إدارة الإنتاج، عن التواصل مع كل الناس، فكان بعتقد وجودي يعني كان ضروري لمساعدة الأستاذ أيمن. وبالنسبة لوائل، يعني وائل قريب من الناس والناس بتحبه، وفي عنده يعني هيك مقاطع كوميدية الحقيقة إله يعني مفصلة تفصيل بصراحة. فهو بيقدم في المسرحية أكتر من دور، أخذ شخصية صاحب السوبر ماركت، أخذ شخصية التجار، أخذ شخصية الشرطي الملاك. وصحيح ان العمل ابطاله سوريين، لكن المسرحيه متاخده من عمل ايطالي وتم اسقاط احداثها على الواقع السوري بقالب من الكوميديا. هذه المسرحيه انا اعديتها يعني عن المسرح الايطالي. مسرحيه اجتماعيه كوميديه صارخه تتناول قضايا بتهم الانسان البسيط، الهموم اليوميه. تبدا من حاله ارتفاع اسعار وتتطور المسرحيه لمطارح بعتقد كثير بتهم الناس وبتترك تأثير كوميدي عالي ورسائل اجتماعية على غاية من الأهمية. سلطنا على المواضيع الاجتماعية اللي بيعاني منها المواطن السوري، حتى لو كان قالب إيطالي ولكنه قريب من الشرق بعاداته وبتقاليده، فقدرنا نعمل ادابتيشن للمسرحية لحتى تكون مناسبة للواقع السوري. وأيمن بيقدم شخصية جيفاني الوطني اللي بيدافع عن الحكومة، حازم بيكون صديقه، وسوزان نجم الدين أنطونيا زوجته. تجربة عظيمة جدا، سعيدة فيها جدا، فخورة فيها جدا، هي حقيقة. وخاصة أنه أنا بلشت حياتي بالمسرح، فأنا استعدت نشاطي، استعدت حيويتي، استعدت قلقي، استعدت إحساسي بهذا المكان العظيم بالتفاعل مع الناس. فسعيدة جدا بهي المسرحية، خاصة على هي الأرض العظيمة، هي الأرض السعودية، المملكة العربية السعودية، اللي أتاحت لنا الفرصة بأنه قدمت لنا الإمكانيات كلياتها الحقيقة لحتى نبدع. أما محمد حدائي فبيلعب أكتر من دور، منهم الشرطي اللي بيتكلم باسم الدولة، وشرطة المرور والعسكرية. الحقيقة الأستاذ أيمن زيدان أنا بكل مشاريعه المسرحية وحتى التلفزيونية أنا من الحاضرين دائما معه. كثير بحب الشغل مع الأستاذ أيمن لأنه عنده قفزة خارج الصندوق المعهود. الأستاذ أيمن مدرس مسرح عظيم، فقدر كثير يقودنا ويحطنا على السكة ويعمل فريق متجانس إلى حد ما.